من أغرب المواقف اللي بتحصل لينا لمّا كلب يهاجمنا وإحنا ماشيين، تمام؟ بتبقى مشكلة كبيرة جدًا زي ما أنت شايف كده. فالحل إيه؟ الحل إنك تُقف على طول وتميّل على الأرض إن أنت كإنك هتمسك حجر أو تمسك حجر وتحاول إنك يعني تكون في قمة الثبات، لإن لمّا بتجري الكلب بيشم فيك رائحة الخوف، تمام؟ طيب لو جريت بيجري وراك ممكن يحصل لك مشكلة، يعضّك أو تخش في حاجة من الخوف، فبيشم أو يشتم رائحة الخوف، فلازم تخلّي بالك أول ما تشوف كلب تُقف وتكون قلبك قوي وتحاول إنك تميل على الأرض كإنك هتجيب حجر وتخبطه أو تُقف هتلاقيه هو بدأ يُقف، وحصلت معايا عن تجربة كتير. أول ما بيجروا ورايا إن كنت معاه مكنة أو كده، فباروح واقف ليه يقوم يرجع ويروح لافف تاني. فمعلومة مهمة جدًا لازم يعني تكون في قمة الثبات عشان الكلب ما يجريش وراك، لإنه هو بيعتمد على الرائحة، بيشم الرائحة، رائحة الخوف أو الثبات أو. فربنا يحفظنا ويهدينا، ومعلومة جميلة حاول إنك تشاركها، وفي نهاية الفيديو صلّي على سيدنا النبي، واعمل لي اشتراك عشان يوصلك كل يوم معلومة مهمة وجميلة، والسلام عليكم.